2006 في المدينه ديال فاس. هاد الصاك الكبير غادي يلقاوه الناس ديال فاس في واحد الصباح حدا واحد الشجره، وغادي يبقاو غاديين جايين عليه. الناس غادي يضرهم راسهم وغادي يقربوا عند داك الصاك باش يفتحوه ويعرفوا شنو كاين فيه. ملي غيفتحوا الناس هاد الصاك اللحم ديالهم غادي يبورش ملي غيعرفوا شنو كاين فيه. البوليس ديال فاس كامل غادي يحضر في هاد لافير، وغادي يعرفوا البوليس باللي هاد الصاك هو اللغز ديال واحد الشفره كانت محمقاهم. واحد النهار في 2006 في المدينه ديال فاس، الكوميساريه ديال فاس غادي يقصدها واحد السيد وغيدخل عندهم وباين فيه كامل مخلوع وكامل كيترعد وشي حاجه خايبه واقعه ليه. البوليس غادي يجلسوا مع هاد السيد باش يعرفوا منه شنو واقع ليه. هاد السيد غادي يقول للبوليس باللي انا مواطن عندي صاكه حانوت كنترزق فيها الله، وهاد الصباح ملي جيت نحل الصاكه ديالي بحال ديما كنلقى الباب مفرقع وشفره ليا كامله. البوليس غادي يهزوا هاد السيد وغادي يمشيو معاه للبلاصه فين قال لهم باش يعرفوا شنو طرا. غيلقاو بلي داكشي اللي كيقول لهم السيد حقيقي، الصاكه فرقعه تكشطات كامله ما خلاو فيها والو، كان مخلي فيها غير شويه ديال الفلوس ماشي بزاف، وكشطوا السلعه كامله وما خلاو فيها والو. البوليس ملي غيبدا لي زونكيت ديالو غتجيهم هاد القضيه غريبه وماشي عاديه. هاد الصاكه ديال السيد كانت في واحد الشارع اللي كبير فيه بزاف ديال المحلات وبزاف ديال الحوانت. هاد العصابه ملي غادي يجيو غادي يشفروا بامكانهم يحلوا المحلات الاخرين وتا هما يسرقوهم. علاش غيديروا هاد الريسك كامل باش يشفروا غير هاد الصاكه بحدا؟ البوليس غادي يسول فهاد السيد واش كيشك في شي حد، عندك عداوه مع شي حد، شكون ممكن اللي غيشفر لك المحل ديالك. هاد السيد غيقول للبوليس باللي انا واحد الانسان داخل سوق راسي من شحال هادي وانا خدام في الدرب هذا، حتى شي واحد ما عندي معاه عداوه، فقط دري واحد هو اللي خدام معايا وكان مسكين جا من وجده وكان باغي يدبر على راسو وخدمته في المحل ديالي. هاد السيد غادي يوري البوليس فين ساكن الولد اللي قال لهم خدام عندي، حيت البوليس غيشكوا في هاد الولد باللي ممكن يكون هو اللي دار الفيلم كامل وشفر الصاكه ودار التمثيليه كامله، حيت هذيك الصاكه بحدا اللي تشفرت في ذاك الدرب كامل. فاش البوليس غيمشيو عند الولد غادي يلقاوه كاري في واحد السطح كاري مع الجيران، غادي يقلبوا البيت ديال الدري فين ساكن وغيلقاو ما عنده حتى شي حاجه، عنده الحويجات ديالو، المهم فاش كيطيب عايش بوحدو، يعني حتى شي حاجه من مشبوه بها. البوليس غيديروا لونكيت مع الولد كيعرفوا شنو تحت راسو، واش مخبي شي حاجه كيقلقلوا فيه، ولكن السيد كان كيجاوب بطريقه عاديه بدم بارد بحال شي واحد يعني ما بيناش فيه داير شي حاجه. غادي تدوز اكثر من 2 السيمانات والبوليس كيقلبوا على شكون اللي دار هاد الفعله، ولكن ديما كانوا كيوصلوا لواحد الطريق اللي كتكون مسدوده. حتى واحد النهار هاد السيد مره اخرى غادي يجي عند البوليس الكوميساريه وغيكون ثاني مخلوع وكله كيترعد. باش غادي يسولوا البوليس مالك شنو كاين شنو وقع لك، غادي يقول لهم انا كنشك في داك الولد اللي خدام عندي هو اللي كيشفرني. ملي غادي يسولوا البوليس يعني شنو خلاك تقول هاد الهضره، شنو اللي خلاك تشك فيه، يقول لهم الصباح جيت باش نحل المحل ولكن هاد المره لقيتو عاوتاني كامل مشفور، واللي غريب في الامر ان المحل تحل بالساروت، حتى شي واحد ما فرقعوا ودخلوا بواحد الطريقه سهله وكشطوا المحل كامل، والوحيد اللي عاطي الساروت هو الولد اللي خدام عندي. البوليس غادي يهزوا هاد السيد وغيمشيو يقلبوا على هاد الولد باش يشدوه ويعرفوا منه واش هو اللي دار الفعله وشنو وقع بالضبط. ولكن المفاجاه ان البوليس ملي غيقلبوا على الدري غادي يلقاوه غبار في خطره وحتى شي واحد ما عارف فين مشى. والنهار من بعد ما غيطرا هاد الشيء مع الصباح الناس ديال فاس فايقين، كل واحد وفين غادي، كل واحد وفين غادي يبي الدنيا، كاين اللي غادي الخدمه ديالو، كاين اللي فايق كله شنو باغي يدير. ولكن الناس غيشوفوا شي حاجه غريبه واقعه في الشارع، غادي يبان لهم واحد الصاك كبير، صاك من الحجم الكبير محطوط حدا واحد الشجره. في الاول غيسحب الناس بلي هاد الصاك غادي شي واحد حاطو غادي يرجع، ولكن هاد الصاك غيبقى مده طويله. الناس هنايا غادا كتستغرب، الناس غادي ياكلوا الفضول شكون حط هاد الصاك، شنو كاين في هاد الصاك، علاش حتى حد ما جا ليه. الناس شي يبقى يقول شي وغادي يقرروا يتجمعوا وغيجيو باش يقربوا لهاد الصاك ويعرفوا شنو كاين فيه. غادي يزعم واحد السيد وغادي يحل داك الصاك، وهنا غادي تكون اكبر صدمه. غادي يلقاو بلي داك الصاك فيه شخص مقطع كامل طراف ومحطوط في داك الصاك، واللي يحوش شي حد حدا ديك الشجره وقبر. الخلعه الكبيره اللي غيتخلعوها الناس غتخليهم ايرجون يعيطوا للبوليس. غادي يحضروا البوليس وغيطوقوا ديك الدنيا تما كامله، وغيدير لي بروتوكول ديالو، غيسول الناس شكون السيد اللي لقاه، واش كتعرفوه. حتى شي واحد ما غيعطيهم شي معلومه، غيقول لهم حنا فقط واحد الناس لقينا الصاك محطوط، صار الاستغراب ديالنا وملي قلبناه تصدمنا بهذا الشيء اللي فيه وعيطنا لكم. ولكن كانت غير ساعات قليله فين البوليس غادي يكتشف وغادي يتعرف باللي هذا الولد هو اللي كان خدام عند داك السيد اللي تشفرات ليه الصاكه. وباش يتاكدوا غيجيبوا السيد مول الصاكه وغادي يسولوه باللي واش هذا الانسان هو اللي كان خدام عندك. مول الصاكه غادي يتصدم وغادي يقول لهم هو هذا وما عرفت شكون وعلاش داروا فيه هذه الحاله. هاد الخيوط المشبكين اللي غادي يوصل لهم البوليس غيعرفوا باللي هذا الشيء عنده علاقه ببعضياته.
الشفره الاولى ديال الساكا اللي تفرقعات، والشفره الثانيه اللي تحلات في الساروت وغبر السيد اللي خدام فيها، وفي الاخر لقيناه مقطعينه كيما هكا. القضيه هنا غتكون كبرات عند البوليس، وغادي يقلبوا بالنهار وبالليل باش يحلوا هذا اللغز. غادي يبداو السطح فين كان كاري الولد، غادي يسولوا الجيران كاملين شكون الناس اللي كيجيو عند ولد، اشنو اخر مره هضر معاكم قال لكم شي حاجه، واش عاقلين على شي واحد كان كيجي عنده. الجيران كاملين غادي يقولوا هضره وحده باللي هذا ولد درويش، ولكن واحد جوج لاصحابو هما اللي مره كانوا كيجيو عنده، ولكن مع الاسف حتى شي واحد ما غادي يقول لهم السميه او الكنيه او فين ساكنين هاد صحابو. البوليس غادي يعيط للسيد موساكا وغيقولوا ليه باللي الجيران قالوا لينا باللي هاد الدري كانوا عنده واحد جوج صحابو، واش كتعرف شي حاجه عليهم؟ موساكا غادي يجاوب البوليس ويقول ما كنعرف غير واحد فيهم هو اللي مره كتشوفو معمر معاه وراه عارف الدار فين ساكن. ومن بعد التقلاب ديال البوليس غادي يوصلوا لهاد السيد وغادي يجيبوه وغادي يديروا معاه البحث. يقول لهم بالله داك الولد ما كانش عندي معاه شي صحبه اللي قريبه بزاف، كنت مره كنمشي مع صاحبي وهو اللي صاحبه مزيان، انا مره كنت كنتلاقى بهم. وهاد الدري غادي يوري للبوليس فين ساكن هاد خونا اللي قال لهم صاحب الدري اللي كان خدام في الساكا. وكانت غير مساله وقت فين البوليس غيشد هاد خونا وغادي يجيبوا للكوميساريه. غادي يبداو كيديروا معاه لونكيط وغيقول لي ضروري ما تكون سمعتي الشريك اللي كان خدام في الساكا راه وقع ليه. وهاد خونا غيجي البوليس من الاخر يقول لهم هذاك الدري كان صاحبي، كنا كنريحوا في هذاك البرتوج ديالو، كنسكروا بجوج كنخلقوها، ولكن هاد لافير ما عندي بها حتى شي علاقه. البوليس غيقول له ولاد خونا باللي الناس اللي ساكنين في السطح اخر واحد شافوه معاه هو انت قبل ما يطرى للدري داكشي. خونا اللي شاكين فيه البوليس وشادينه بقى عطيها غير نكير ما بغى يقول حتى شي حاجه، ولكن البوليس بقى شاك فيه ومشاو معاه لدارو باش يقلبوا ربما يلقاو شي حاجه. المفاجاه فاش غيوصلوا للبوليس الدار غادي يقلبوها كامله وما غيلقاو والو، لكن ملي غيزيدوا البوليس يقلبوا مزيان هنا غتكون الصدمه وغيكتشفوا واحد التروس ديال الكارو مخبيين تما في البيت ديال هاد السيد، وواحد البورتلي فيه بزاف ديال السوارت حتى هو كاين تما. خونا حصل بقى غير كيدور في عينيه يقول لهم هاد السوارت راه غير ديال الخزنه غير ديال الماريو. البوليس غيمشيو معاه بعيد وغيقول له حل لنا شي حاجه بهاد السوارت، وهنا فين غادي يحصل وغيعرف راسو بلي تورق وصافي تفضح، وهادوك التروس ديال الكارو غادي يفتحوه. البوليس غادي يعرفوا باللي دوك التروس ديال الكارو باينين من ديك الساكا اللي تشفرات. ملي البوليس غياخذوا السيد وغيرجعوا للكوميساريه غادي يعترف لهم بكل شيء، غيقول لهم باللي حنايا اللي سرقنا داك المحل. البوليس غيسولوه يقول لي شكون نتوما، شكون اللي كان معاك؟ يقول لهم باللي كنت انا وواحد صاحبي. غيسولوا على دوك السوارت يقول لهم باللي دوك السوارت ديال داك الدري اللي كان خدام في الساكا وكان صاحبي. البوليس واخا هكاك باقا القضيه مخربقه وغيطالبوا من داك خونا باش يعترف لهم بكل شيء من الاول. غادي يقول لهم باللي داك الدري كان خدام في الساكا كان صاحبي، كنا ديما كنريحوا مع السطح وديما كنا كنشربوا مجموعين وكنزهوا عنده تما، وديما كان كيبدا يعاود لينا وكنجروا على لسانه وكيقول لنا باللي الساكا راه فيها شي 7 مليون ديال السلعه، باللي الباطون الدنيا هانيه راه ديما كيخلي الفلوس في المحل، وكان ديما كيبقى يقول هاد الهضره. وانا وداك صاحبي اللي كان معايا بانت لنا الهوته وافير مخدومه ديال بصح. كنا كنعرفوا باللي موساكا كان ساكن بعيد، والدري صاحبنا اللي كان خدام عنده كنا عارفوا انه كيسكر وصافي كينعس، ولقينا الفرصه فين مشينا وفرقعناه كامله وشفرناها. ولكن المره الثانيه كنا مريحين مع صاحبنا وجرنا لسانه وقال لنا باللي المعلم ديالنا راه عاود عمر الساكا من الاول وخا الشفرات عمرها كامله بحال ما طرا والو. وشكينا هاد المره باللي لا فرقعنا قدروا يعيقوا بينا ولا شي حاجه، وخدينا الساروش من عنده عرضنا عليه لواحد البلاصه اخرى، كان واحد الكراج فين زهينا كاملين وخلقناها غفلنا وصفينا ليه. خدينا السوارت من عنده ومشينا شفرنا الساكا وقضينا الغراض، عاد جينا وفكرنا نقطعوه ونتفكوا منه، وهكا حتى شي واحد ما غيوصل لينا. البوليس غادي يدير كاملين لداك خونا اللي باقي هارب وغادي يتشد حتى هو وغادي يجيو وغادي يتواجهوا وبجوجهم غادي يتحاكموا باش تساليو الحياه ديالهم. ولكن حتى هادشي ما كيطبقش في المغرب، غادي يمشيو للمؤبد. كما كتشوفوا الاخوان باللي النيه الزوينه ديالك بحال الدري اللي كان جا غير يدبر على راسو، الا مشيتي تعاشرتي مع نوامر غلط كتكون الطاقه اللي كتجيك خايبه بزاف. النيه وقله النيه صعيب ينعسوا في بلاصه وحده. نتمنى تكون العبره وصلت اليوم الاخوان، وشكرا للمشاهده، وما تنسوش البصمه ديالكم، كنتسناكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.